يا مساء الفل، يا مساء السعادة، أهلا بيكم أحلى متابعين دردشة مامز مع نهى. منوريني يا حبايبي. أتمنى لكل متابعة جديدة معايا في القناة تعملي اشتراك من الجرس الأحمر، وكمان تعملي الجرس للكل علشان يوصلك مني كل الجديد. دردشة مامز مع نهى محتواها بيهم كل بنوتة أو زوجة أو أم أو أخت، ربة منزل أو مرأة عاملة. فيها محتوى يهم كل الفئات من البنات والستات، صغيرين وكبار. محتوى هادف، وعلشان هو محتوى هادف أتمنى ان انتوا تدعموني وتدعموا اي قناة محتواها هادف. معايا في دردشة مامز مع نهى ان شاء الله هتلاقي كل محتوى يهمك، مثلا عن اهتمامك بنفسك، عن اهتمامك بالبيت، وصفات اقتصادية في ظل الظروف اللي احنا فيها دي، تنسيقات، تزيين، ديكور، كمان المنتجات الآمنة للبشرة أنا بعمل ريفيوهات عنها، واي حاجة انا بستفيد من استخدامها او حسيت ان هي ممكن تفيد غيري بتكلم عنها. يلا بقى نبتدي في فيديو النهاردة، وما تنسوش بقى اللايك حلوين. تمام. هنعمل مع بعض يعني تجهيزات كده لازم انا بعملها مع بداية الصيام. طبعا كل سنة وانتم طيبين، بدأنا الصيام. فاول حاجة فكرت فيها ان انا اعمل طعمية. طبعا الطعمية زي ما انتم شايفين مكوناتها كده بسيطة. فول مدشوش كنت نقعاه، وبصل وتوم وخضرة، ولو في كرات يا ريت، وبتفرميهم مع في الكبة يعني، وبعدين بنقسمهم لأكياس بالشكل ده. انا محبتش اطول عليكم في التفاصيل، كلكم شطار ويعني عارفين الطريقة. ولو عندكم اي مشاكل في الطعمية بتطلع معاكم يعني وانتوا بتعملوها، اكتبوا لي في الكومنتات وانا هعملها معاكم تاني بالتفصيل. وكمان لما هاجي استخدمها برضو هستخدمها معاكم عشان اوريكم قد ايه هي بتبقى هشة وطرية وجميلة ومقرمشة من بره. نيجي بقى للفول. طبعا انا برضو كنت مدمسة فول وشايلاه في الفريزر بصراحة من قبل كده. وده كيس انا هعمله معاكم دلوقتي. اول حاجة انا طلعته بره الفريزر بحيث ان هو يفك شوية علشان اقدر اضربه في الكبة، لانه ما اقدرش طبعا وهو متجمد خالص احطه في الكبة، اخاف طبعا على الكبة، فكان لازم يفك شوية. وزودته كده شوية مية صغيرين قد ربع كوباية مية. زي ما انتم شايفين حجم الكيس ما كانش كبير. بس ضربته في الكبة. لما بنضربه في الكبة بصوا لونه بيبقى عامل ازاي، جميل جدا. انا لما جيت دمسته حطيت فيه كنت جزر وطماطم وليمون، وكمان شوية عدس. بس ده اللي انا كنت حطاه في الفول نفسه لما كان بيستوي. اهم حاجة ان احنا نسويه على نار هادية، على نار هادية. يعني اول ما بيغلي معانا كل مكونات الفول، بعد كده بنوطي عليه ونسيبه بقى على حسب الفولة هتستوي امتى. ولما نيجي نزوده مية، يعني لو المية نقصت وزودناه مية نزوده مية مغلية. هاجي بقى الفول دلوقتي انا بعد ما فرمته في الكبة بعمله كده بطريقة اللي هي التوم والطماطم، تحفة قوي زي ما نشوفوا كده. شوية توم انا قطعته، ما بشرتوش حتى ولا دقيته، قطعته كده قلبته في شوية زيت. وقبل ما ياخد يعني لون، يعني مجرد بس اللون اتغير حاجة بسيطة، قمت نازلة على طول بالطماطم المتقطعة قطع صغيرة. بعد كده نزلت بالفول اللي انا فرمته في الكبة على الحلة، وكان بصراحة يعني طبق جنان بصراحة، ما حصلش يعني. الكمية دي عملت طبقين فول. يعني الكيس اللي انا فكيته دوت عمل طبقين فول، بس طبقين كبار جدا يعني. دلوقتي بقى البتنجان. جبت بتنجان الكيلو على فكرة ب15 عند كل البياعين، بس انا نقيت بياع كده كان عنده ب10 فجبت من عنده كيلو. ماما حبيبتي ربنا يخليها لي هي اللي قطعته لي، انا قلت لها قطعهولي صغير خالص، ولادي بيحبوه قوي بيبقى طعمه جميل جدا. انصحكم اللي بيتقطع صغير اولا بيتحمر بسرعه فما بياخدش وقت في الزيت كتير علشان ما يشربش زيت كتير. واقول لكم نصيحه كمان، زي ما عم شفتوا كده انا كنت رش عليه رشه دقيق، يعني مجرد ترش عليه رشه دقيق قبل ما تقليه، ده هيفرق معاكي في ان هو ما يشربش زيت. نقطه كمان برضو هتخليه ما يشربش زيت، ما تطلعهوش وهو نص سوا، يعني لازم ياخد لون حلو
لانه لو طلعتيه نص سوا هيبقى شارب زيت جدا، لكن لو حمرتيه باللون اللي انت شايفاه قدامك ده كده هيطلع مش شارب زيت خالص. النصيحة تالتة، لما بطلعه بنزله زي ما انتوا شفتوا كده على مصفى ستانلس، بيحتفظ بطعمه الجميل، ما بيطراش ويدبل. بصراحة كانت أكلة جميلة جدا، يعني دي اللي افتتحنا بيها كده أول يوم صيام، فول وبتنجان وخيار، والحمد لله كلنا وشبعنا، وربنا يديمها يا رب علينا نعمة. انا ولادي بيعشقوا الاكله دي، وعشان كده دايما اول ما بنصوم اول يوم بيحبوا ياكلوها جدا. طبعا احنا عارفين الحديد، البتنجان مليان حديد والفول مليان حديد، ولامتصاص الحديد او نساعد امتصاص الحديد نعمل برتقان. انا عملت للولاد برتقان، وعملت ليا كوبايه، وهي دي اللي انا كنت صورتها معاكم. عملت لهم هم الاول وبعدين عملت انا. ندخل بعد كده بقى، انا كنت جايبه 3 كيلو لفت، كان 3 كيلو ب10. بصراحه كنت جايبهم من الاسبوع اللي فات، سبتهم بره فتره، يعني اسبوع ده فكره كتير. كان حسيت ان هو كان ممكن يبوظ مني او يدبل او كده، هو الحمد لله ما حصلوش حاجه، بس المفروض كنت عملته اول ما جبته، بس مع الاسف يعني انا ما قدرتش خالص، كان عندي زحمه في الوقت شديده يعني. المهم الحمد لله ان انا لحقته قبل ما يبوظ. وده انا هخلله، انا اول مره على فكره اخلي الليفت. هخلله معاكم. الليفت على فكره يعني بيتخلل بسرعه اول ما بتعمليه، يعني بتهيألي ما ياخدش اسبوع وتقدري تاكلي منه على طول. وانا طبعا هوريكم انا عملته ازاي، وكمان لما هاجي هستخدم منه هوريكم بقى شكله عامل ايه. بدأت بقى أقشر بالقشارة. أنا ما بعرفش أقشر بالسكينة، لازم أقشر بالقشارة أي حاجة يعني. وما حبيتش القشرة اللي بتاعته اللي من بره، مش حباها، أنا حابة أقشره خالص. قشرت ال3 كيلو. أنا كنت فاكرة 3 كيلو دول هيعملوا كتير، يعني طلعوا لأ، يعني هما هيعملوا حبة قليلين. يعني إن شاء الله كده بفكر أجيب وأعمل تاني، بس المرة دي بقى لازم اليوم اللي هجيب فيه ابقى متأكدة ان انا هعمله في نفس اليوم، ما اجيبهوش واركنه زي المرة اللي فاتت. بقطع زي ما انتم شايفين كده الجزء اللي من فوق واللي من تحت، وبعدين بقشر تحت المية. انا على فكرة يعني غسلته ونقعته علشان الطينة اللي فيه تطلع، يعني قبل ما ابتدي اقشره مثلا ب10 دقايق ربع ساعة. بس برضو عمالة بقشر تحت المية عشان لو في اي طينة ولا حاجة ما توسخش الجزء النظيف اللي انا بقشره اللي هو الابيض ده. بس وقفت بصراحة كده يعني شوية، يعني هو ما طولش معايا قوي، خد معايا تقشير مثلا حوالي ربع تلت ساعة كده تقريبا يعني. وبعدين بقى هبتدي اقطعه. انا هقطعه قطع صغيرة لان انا مستعجلة ان هو يتخلل بسرعة علشان استخدمه. لكن مثلا لو انت عايزة تخزنيه علشان تستخدميه بعد فترة، يبقى هتقطعيه تخين، ما تقطعيهوش رفيع عشان يقدر يتحمل ويقعد ما يتهريش. وكمان في ناس لو عايزاه لمدة طويلة، يعني عايزة تخزنيه مثلا لمدة شهرين ولا حاجة، ممكن تخزنيه الواحدة بوحدتها من غير ما تقطعيها اصلا، ويعني لما تيجي تستخدمي تطلعي الواحدة وتقطعيها. كده انا قلت لكم على اكتر من طريقة للتقطيع، على حسب انت هتستخدميه على طول ولا عايزة تستخدميه بعد فترة، يعني بعد فترة بسيطة أو فترة طويلة. هبتدي بقى أمسك واحدة واحدة وهقطعهم بالشكل ده. زي ما قلت لكم كده أنا هقطع رفيع خالص علشان أنا عايزاه يتخلل بسرعة ويستوي بسرعة ونبتدي نستخدم منه. بصراحة الحاجات دي بتبقى مطلوبة خاصة في الصيام، ولما انتي تخلليه في البيت هيبقى أنضف. انا على فكره ما كنتش بشتري مخلل من بره غير يعني مثلا ممكن نقول كل كام شهر مره، ولو اشتريه بشتري برطمان صغير جدا، ولما بيخلص خلاص ما بكررهوش تاني. ولما بشتري من السوبر ماركت اللي هي الحاجات البرطمانات المقفوله، على اساس ان انا ابقى ضامنه نظافتها قدر الامكان يعني. لكن ما كنتش بجيب من الناس اللي هي بتعمل مخلل عادي في الشارع دي. بصراحه كنت بخاف يعني. بس لكن بصراحة الأضمن من ده كله والأفضل هو إن احنا نعمله في البيت. وهو على فكرة مش صعب خالص
بالعكس انا شايفه ان طريقته سهله، وان شاء الله الايام الجايه هخلي معاكم كمان الجزر والخيار. يعني هنحاول كده بقدر الامكان نعمل كده شويه تحابيش تنفعنا جنب الاكل. كمان في ميزة ان احنا بنقدر نتحكم في كمية الملح. اللي بره بيكون مالح جدا، يعني ملحه بيبقى اوفر قوي، يعني فعلا ممكن يجيب مشاكل. لكن اللي بتخليه جوه البيت، لا، انت اللي بتتحكمي في كمية الملح. وطبعا برضو ما ينفعش نقلل الملح خالص، لان احنا عايزين نخليه مش عايزينه يبوظ. وكمان الملح ده بيبقى مادة حافظة. كمان هستخدم معاكم مادة حافظة مهمة جدا جدا في المخلل بتاع النهاردة بتاع الليفت. هو ده اللي هيحافظ على الليفت. كمان هيحافظ عليه لو احنا عايزين نحتفظ بيه لفترة طويلة. انا كمان قطعت بنجرايه زي ما انتم شايفين كده قطع صغيرة، هخليلها مع الليفت عشان بتدي اللون البامبا للليفت التحفة ده. خزنته في بطرمان عندي بالشكل ده. المية بقى بتاعت التخليل عبارة عن لتر المية بنحط عليه 4 معالق ملح زي ما انتم شايفين، عليه معلقة سكر، عليه معلقة خل. ده كده التلات مكونات اللي انا حطيتهم في مية التخليل بتاعتي. ليه السكر؟ عشان ما يتهريش، وهو برضو كمادة حافظة. الملح والسكر كمادة حافظة، وهيحافظ عليه ان هو يتخلل لكن ما يتهريش وينعم خالص ويتفتفت. وزي ما قلت لكم انا مش هستنى عليه كتير، انا هبتدي استخدم يعني هفتح عليه مثلا بعد 4 5 ايام كده وهشوف ايه الاخبار، وهبقى افتح معاكم واوريكم برضو النتيجة بتاعته ايه. انا بجد يعني مبسوطه جدا وممتنه جدا للناس اللي بتكتب لي كومنتات. ميرسي جدا ليكم، فرحتوني قوي بالكومنتات اللي انتوا كتبتوها لي على الفيديو اللي فات. فرق معايا جدا حقيقي، فرق معايا قوي كومنتاتكم كلها. الناس اللي سألت على تفاصيل انا ما كنتش يعني مصوراها في الفيديو، انا هعمل لكم فيديو بيها مخصوص. الفيديو الجاي ان شاء الله انتظروني. يعني انا بحب جدا الناس اللي تتابعني تتكلم معايا، يعني يدوني رأيهم، يقولوا لي يعني عايزين كذا، عايزين كذا، عايزين نعرف كذا، بحيث ان انا يعني انا اديكم كل المعلومات اللي انتوا عايزينها. ويعني انا ببقى فرحانه جدا لو في حد استفاد بمعلومه واحده من الفيديو بتاعي. فما تبخلوش عليا بقى بان انا احس بالفرحه دي يعني. هنا بقى انا كنت بملأ البطرمان بالميه بتاعه ميه التخليل بتاعه الليفت زي ما انتوا شايفين كده. يا رب يكون الفيديو دوت عجبكم وشجعكم. كمان بفكر لكم في اكلات ان شاء الله حلوة قوي وسناكس للفترة الجاية للولاد. هتفرق معاهم جدا وهتزود التركيز. كل ولادنا حاليا طبعا محتاجين يعني اكلات تزود معاهم التركيز وتزود معاهم الحديد والكلام ده كله. مفيش طفل النهاردة يعني مش بيعاني من الانيميا والكلام ده كله. بصوا بقى هنا كمان انا مليت طبعا البرطمان لغاية الاخر خالص، غطيته بالمية تماما. وهبتدي احط كيس بلاستيك كده وهقفل عليه عشان ابقى متأكدة ان هو محكوم الغلق، لان دي حاجة مهمة جدا. وهقفله كويس وهتأكد ان هو مقفول كويس ومش متعرض لأي هواء، لان دي من الحاجات اللي هتفرق معانا في ان احنا نحتفظ بالمخلل سليم ما يحصلوش اي حاجه. البطرمان عايزه اقول لكم كان شكله عاجبني قوي ولونه عاجبني قوي، اللي هو احمر في يعني هيبقى لونه بينك بعد كده. دي شويه حاجات انا جبتها من جروب اسمه M&G شوبينج. جبت حاجات بسيطه، الاسعار بتاعت الجروب حلوه قوي. هقول لكم بقى انا جبت ايه. بصوا دي اللي هي يعني المنشفة اللي هو بنحط عليها المواعين. انا كنت مجربة واحدة كنت جايباها من فتح الله قبل كده، لو تفتكروها، اللي هي لونها اخضر. دي بصراحة انا حاسة ان هي خامتها هتبقى احلى. وهبقى اقول لكم الفرق بين دي وبين التانية، وليه انا بقول ان دي احسن واستخدامها هيكون احسن. انا لسه مفتحتهاش، قلت بقى افتحها معاكم. ده الشكل اللي انا اخترته، قولوا لي ايه رأيكم فيه.
شكله مبهج كده وعجبني قوي. حاسه ان هي هتعيش معايا فتره طويله حلوه. بصوا خامتها هي عامله زي الخامه نفسها فايبر منها فيها يعني، وكبيره حلوه. بس الشكل ده كان عجبني قوي. دي كان سعرها عامل 50. وده طبعا الرول بتاع تنشيف الزيت. طبعا انا من فتره كبيره قوي كنت عايزه اجيبه، كنت كل ما ادور عليه في فتح الله مش بلاقيه، فالحمد لله ان انا لقيته في الجروب دوت. الرول دوت، بصوا مكتوب عليه. هو كان بيبقى مكتوب كام منديل. تقريبا هقول 50 تقريبا، 50 شيت بالظبط كده. ده 50 شيت بنقدر نقطعهم من بعض كده في الرول ده. هبقى اوريكم برضو طريقة استخدامه. ده كان عامل 40 جنيه، بس انا حاسة ان هو طبعا هيقعد معايا فترة طويلة ان شاء الله. وبرضو هبقى اوريكم استخداماته اللي انا هستخدمه فيها، وهوريكم الفرق كمان ما بين الرول وما بين اللي انا كنت بجيبه، اللي هو يعني فوط لوحدها كده مربعات. كنت بجيبها دايما من فتح الله من فتره طويله يعني، بس بقالي فتره كبيره قوي ما جبتهاش من ساعه ما هي بقت سعرها اعلى يعني. جبت كمان الفرشه دي فرشه سيليكون. طبعا انا جايباها ان هي تبقى عمليه معايا في الازايز واي حاجه يعني رفيعه، عايزه اغسلها بفرشه. برضو هستخدمها معاكم واقول لكم رايي فيها، بس انا حاسه ان هي هتنجز معايا جامد قوي علشان صغيره. انا كنت محتاجه فرشه زي دي من بدري جدا. وكمان اليد بتاعتها طويله حلوه قوي لو ازازه طويله او كده. كمان جبت دي اللي هي الشنط اللي هي ممكن نخزن فيها اي حاجة احنا عايزينها. هدوم مثلا شتوي صيفي، الكلام ده كله انا قلت اجربها. لما شفت مقاسها قلت ده مقاس كويس معقول. ممكن تحطي فيه بطانية، تحطي فيه كوفرتة، تشيلي فيه يعني اي حاجة هتشيليها هتحتفظي بيها جوه الدولاب او تخزنيها، الكلام ده كله. هي شنط يعني مناسبة للتخزين، بسوست هي وسهلة الفتح، وكمان هتظبط المكان لان هي مربعة. هي مستطيلة مش مربعة، هي مستطيلة دي كده. خامتها من جوه هي تحسوها عاملة يعني شبه الكابوتينيه شوية، بس ايه، يعني هي مش تقيلة قوي ومش خفيفة، يعني مش اللي هي سهل ان هي تتقطع يعني. وكمان في جزء شفاف حلو قوي عشان لو مخزنين جواها هدوم نبقى عارفين المحتويات بتاعتها، بحيث ما نقعدش ندور يا ترى الحاجة دي هشيلها في الشنطة دي ولا في الشنطة دي والكلام ده كله. انا جبت منها واحدة وقلت اجرب. دي كان سعرها اعتقد عامل 35. فسعرها انا شفت ان هو معقول. مش فاكره بالظبط كان 30 او 35 يعني، بصراحه مش متذكره يعني، بس هو كان في الحدود دي. كمان الفرشه دي نسيت اقول لكم على سعرها، دي كان سعرها عامل 20 جنيه. فانا شفت ان هي سعرها كان ممتاز قوي. بس دي الحاجات اللي انا جبتها من الجروب دوت. ولو عايزين لينك الجروب هسيبه لكم في اول كومنت مثبت تحت الفيديو. وده برضو كان جروب تاني جبت منه، برضو جروب اونلاين جبت منه الاكل ده. طبعا عشان بدأنا بقى في الصيام فكان لازم اجيب لبن جوز هند. بصراحة انا مش فاكرة اسم الجروب بالظبط، بس انا برضو هكتبه لكم في الكومنتات ان شاء الله، في اول كومنت مثبت. لبن جوز الهند كنت جايباه ب45، الربع كيلو يعني، ربع كيلو دوت عامل 45. جبت جبنة اللي هي جبنة موتزاريلا فيرست. دي طبعا نباتي، يعني هتناسب جدا الاكلات الصيامي اللي احنا عايزين نعملها. الجبنة الموتزاريلا دي الكيلو فيرست. المفروض ان فيرست دي جودة عالية يعني، انا بصراحة مش فاكرة ان انا جربتها قبل كده، انا جربت انواع تانية دي اللي انا متذكراها. المهم بس هما بيقولوا ان هي كويسة قوي. كان الكيس دوت كيلو عامل 125. جبت كمان ورق العنب. ورق العنب دوت يعني محطوط في كيس فاكيوم. برضو ده بيتسلق عادي بعد ما بنفكه من التجميد، ده نص كيلو.
النص كيلو دوت عامل كان 25 جنيه. يعني بالنسبة لي الأسعار دي، طبعا أنا بجيب الحاجات دي كل فترة كبيرة جدا، فمش عارفة الأسعار دي كده كويسة ولا ايه، رخيصة غالية، مش قادرة أحكم بصراحة. لأن أنا زي ما بقول لكم الحاجات دي بشتريها كل فترة كبيرة جدا. فانتوا قولوا لي بقى ايه رأيكم، ولما انتوا برضو ما بتتعاملوا مع جروبات اونلاين في الاكل وكده، اسعاره ايه اليومين دول، عامله ايه؟ ولو حد عايز الجروب اللي انا جبت منه برضو هسيبه لكم في اول كومنت مثبت ان شاء الله، هو والجروب بتاع جي اند ام شوبينج اللي انا جبت منه اللي هي الحاجات اللي انا قلتها لكم من شويه. وبس كده.